دايما كبنات وكستات رغبتنا في الحاجه المسكره بتكون هي سبب ان احنا ما نعرفش نخس. التزمت بالدايت شويه بس بعدين يا دكتور حسيت ان انا عايزه اكل حاجه مسكره فبوظت الدايت. ازاي بقى نحل المشكله دي؟ خلينا بس في البدايه كده نتفق ان الحاجات المسكره هي اكتر حاجه اي حد حتى لو بيبي صغير دقها هيحس ان هو منجذب ليها وعايز ياكل منها اكتر. ده لان هي بتفرز في المخ هرمونات السعاده. بس الموضوع ده ما كانش عامل مشكله بالشكل الكبير اللي قدامنا ده قبل ما ندخل بقى في صناعه الاغذيه باضافات السكر الكتيره دي اللي خلتنا عايزين طول الوقت ان احنا ناخد سكر. فالفكره مش في فكره ان احنا بناكل حاجه مسكره، المشكله الاساسيه هي نوع الحاجه المسكره. تعالوا بقى نعرف مع بعض تريكس كده تساعدنا نقلل رغبتنا في الحاجات المسكره. ان مفيش سكر بياكل سكر. اول حاجه كده عشان نتخلص من الرغبه طول الوقت في الحاجات المسكره ان احنا نعرف اضرارها. وكنت عامله الحلقه اللي فاتت فيديو كامل عن الحاجات الايجابيه اللي هتشوفيها لو بطلتي السكر الابيض، فلما تشوفي الفيديو ده هتعرفي ليه لازم تبطلي السكر. سيبهولك في صندوق الوصف، روحي شوفيه بعد ما تخلصي الفيديو. مهم بقى ان احنا ما نبداش يومنا بحاجه مسكره قوي، يعني ما اقومش ابدا يومي كده بشوكولاتايه او بكيكه او الناس اللي بتقوم تفطر بقسماط وشاي بلبن، لان ده طبيعي هيخليكي طول اليوم عايزه تاكلي حاجه مسكره. لكن حاول ان انا ابدا يومي ممكن اقعد ساعه ساعتين ما اكلش، وبعدين لما اجي اكل ابدا بوجبه فيها بروتين وفيها دهون بنسبه كبيره. الوجبه دي هتحقق لي الشبع لوقت اطول، وفي نفس الوقت هتظبط هرمونات الجوع والشبع عندي، وهتظبط مستوى الانسولين، فمش هلاقي نفسي طول الوقت عايزه اكل حاجه مسكره. لان احنا ناكل حاجه مسكره طول الوقت دي بتكون مرتبطه بنسبه كبيره بالانسولين اللي بيعلى ويقل ويعلى ويقل كل شويه. حاولي تبرمجي عقلك على ان الاكل الصحي هو اسلوب حياتك، يعني اسلوب حياتك ما فيهوش حاجات مسكره طول الوقت. طب ده هيحصل ازاي؟ ان انا اقنع نفسي ان هي دي حياتي، ما يسيبش حاجات كتير في التلاجة مسكره انا اصلا المفروض ان انا ما باكلهاش، ما اقعدش طول الوقت اتابع ناس بتعمل اكل ملظلظ حلويات كتير، واحاول كده يعني لو اصحابي طول الوقت بياكلوا حاجات من كده احاول اختفي منهم وقت الاكل، وابدا ان انا اتابع الناس اللي ماشيه على حميه غذائيه صحيه واشوف شكل جسمهم وشكل الحاله اللي وصلوا لها، واقلم نفسي ان ده الاسلوب اللي انا عايزه اعيش عليه بدل ما اخس وارجع اتخن تاني. النقطه اللي بعد كده لو جيتي في مره عايزه تاكلي حاجه مسكره قوي او في مناسبه، ما تخليش الدنيا هي اللي سايقاكي، يعني ما تمشيش كده بشروط الاكل اللي قدامك ان قدامي الاكل ده هاكله دلوقتي. لا، قولي لنفسك طالما عايزه اكل الحاجه يبقى انا لازم اكل قبلها وجبه كامله فيها بروتين وفيها دهون، واحاول في الوجبه دي ان انا اشيل النشويات عشان انا هاخد الحاجه المسكره. ده هيقلل من اثر رفع سكر الدم بتاعها، فبالتالي هيقلل من الكريفنج اللي بيحصل بعدها انك عايزه تاكلي منها اكتر. حاولي تخلي في البيت فواكه، خصوصا في الوقت اللي انت بتحسي فيه مثلا فتره البي ام اس او وقت انت عندك ضغط كبير وحاسه انك عايزه تاخدي حاجه مسكره من الاسترس اللي انت فيه. حاولي تخلي في البيت فواكه. انا اللي بفضله في نقطه الفواكه دي ان انا اللي بخليه في البيت طول الوقت الفواكه اللي الجلايسيميك اندكس بتاعها مش عالي، يعني ممكن اخلي برتقان، ممكن اخلي مثلا جوافه، ممكن اخلي فراوله، دي اللي موجوده طول الوقت. دايما الموز او الحاجات اللي هي مسكره قوي مثلا التمر، الموز، الحاجات دي بجيبها بحساب قوي عشان خاطر لو انا برضو كلت منها كتير هتخليني عايزه اكل سكر اكتر. فدايما خلي نفسك كده تروح للحاجات اللي مش مسكره قوي وبعدها للحاجات المسكره قوي. صدقيني مع الوقت انت هتلاقي نفسك اصلا الموز اللي انت كنت بتاكلي منه 3-4 دول بقت الواحده منه بتجزعك او بتحسسك ان في سكر كتير، بس الموضوع ده بيحتاج مننا بس شويه وقت. نقطه مهمه بقى انك مش طول الوقت تبقي ماشيه مع دماغك، يعني مش طول الوقت انا عندي شوجر كريفنج انا عايزه اكل حاجه مسكره فهاكل حاجه مسكره. ممكن يجي عليا وقت الاقي نفسي بقول لنفسي لا، طب ما تقومي ترقصي، طب ما تقومي تذاكري شويه، طب ما تنزلي تتمشي، طب ما تشوفي حاجه انت حباها، مارسي هوايه. مش طول الوقت تخلي رغباتك هي المتحكمه فيكي. اصلا انا عايزه اكل حاجه مسكره فاكل حاجه مسكره. لا، اعرفي تقولي لنفسك لا، انا دلوقتي اقدر اتحمل ان انا اخد بديل تاني عن الحاجه المسكره دي. قال قد يبدو غريب للبعض بس هو منطقي جدا، وهو انك تتمرني تمارين مقاومه. انزلي الجيم وشيلي اوزان. الشعور اللي بتحسي بيه بالسعاده بعد التمرين، الهرمونات اللي بتتفرز بعد التمرين، هرمونات السعاده دي هي الهرمونات اللي بتتفرز من الاكل المسكر الحلو اللي انت بتحبيه. عشان كده الناس اللي بتستمر شويه في التمرين بتحس ان هي مدمناه وعايزه تكمل عليه حياتها كلها.
التمرين من اكتر الحاجات اللي هتساعدك تظبطي الشوجر كريفنج. ده غير طبعا ان تمارين المقاومه اساسا بتزود حساسيه الخلايا للانسولين، ولما حساسيه الخلايا للانسولين بتزيد تلقائي الرغبه في ان احنا ناكل حاجات مسكره طول الوقت بتقل جدا. حاولي بقى تكافئي نفسك بحاجات غير الاكل، ما تخليش دايما الحاجه اللي بتكافئي نفسك بيها هي ان انا هاكل. خلي حاجات تانية، قولي لنفسك مثلا اشتري حاجه معينه عايزه البسها، اشتري حاجه كتاب عايزه اقراه. وما تنسيش تسالي عن عروض المتابعه معايا علشان تحققي النتائج اللي انت بتحلمي بيها لجسمك. روحي على الانستجرام بتاعي بنزل محتوى مختلف خالص عن اللي هنا. كان معاكم دكتور ايمان اشرف، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.